السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا، يا رب تكونوا بخير النهاردة. إن شاء الله هنعرف النهاردة حل لأهم مشكلتين في ماكينات الخياطة. معانا أول حاجة إن الفتلة كل شوية تلاقي كل شوية الفتلة بتفلت أو كل شوية تتقطع. تاني حاجة إن الإبرة ما تلقطش الخيط من المكوك. فهنيجي نشوف هنا مع بعض المشكلة ان كل شوية الفتلة تفلت او تتقطع بسبب دي. ممكن تكوني من غير قصد او حد من الولاد حرك دي يمين او شمال، فالدايرتين دول يعني ممكن يكونوا ضاقوا على الفتلة فكل شوية تتقطع، او وسعت فكل شوية تفلت. تمام، فانت هنا هتظبطيها، هتحركيها وتشدي الفتلة. لقيتي الفتلة كويسة بتتشد معاكي كويس بسلاسة كده، تمام. لقيتيها لسه بتتشد جامد او ماشية بسرعة، هتحركي ده لحد ما تتظبط معاكي. تاني حاجة مشكلة المكوك وان الابرة ما تلقطش الخيط من المكوك. لازم نكون مركبين المكوك صح في المكان بتاعه، يعني الماسورة دي نكون مركبينها صح هنا، ونركب دول على بعض جوه صح في المكان بتاعهم. تمام، فاحنا هنا هنيجي نشوف بيتعمل ازاي. هنيجي دلوقتي لتركيب المكوك. هناخد البكرة هنحطها كده، الخيط هندخله هنا، بعدين نسمع التكة الصغيرة دي ونعمل نمسك المكوك كده. لو لقينا المكوك بينزل من الفتلة شايفة المسمار ده، المسمار الكبير ده، هتقفلي عليه شوية بالمفك الصغير اللي بيجي مع المكنة بيجي معاها مفكات 3 احجام، متهيألي 3. هتاخدي المفك الصغير الحجم الصغير وتقفلي عليه شوية وتعملي نفس الحركة دي. لقيتي المكوك بقى كويس، يعني مش بينزل ثابت في الخيط، يبقى كده تمام. لقيتيه لسه بيعمل نفس الحركة دي، هتقفلي عليها شوية كمان وهيتظبط معاكي ان شاء الله. هنركب المكوك هنا اهو. لازم نسمع التكة دي، والفتلة تكون طويلة كفاية عشان الإبرة تعرف تلقط الخيط كده. هنرفع الدواسة دي، ايد الشمال ماسكة الفتلة والايد اليمين بنلف البكرة وندخل الإبرة جوه زي ما انتوا شايفين كده. نشد الخيط بالراحة اهو شايفين ده الخيط كده طلع، الإبرة لقطت الخيط اللي في بتاع المكوك اهو. بقى معانا فتلتين، فتلة المكوك خارجة من تحت وفتلة الإبرة معانا من فوق. بناخدهم ونرجعهم على ورا كده ونبدأ نخيط. هنيجي دلوقتي لحاجة تانية انا لاحظتها برضو بتخلي الإبرة ما تلقطش الخيط من المكوك. طبعا الإبرة بتيجي هي المكنة متظبطة على ان الإبرة تبقى نازلة كفاية عشان تعرف تلقط الخيط من المكوك. تمام، فاللي انا لاحظته لما جبت المكنة خيطت عليها عادي فعلا وكانت ماشية تمام. وبعدين خدت بالي من المسمار ده، قلت المسمار ده بيعمل ايه، فبدأت الاستكشاف بتاعي بقى فلقيت جيت اخيط، خلاص سبته في حاله المسمار يعني، وجيت اخيط لقيت المكنة مش بتخيط والإبرة
طب ايه في ايه؟ طيب مفيش كلكعة، المكوك انا مركباه صح، في ايه؟ لقيت ان الابرة مرفوعة، فعرفت ان المسمار ده بيرفع الابرة. تمام. يعني مش يعني خلاص، لو اتحرك او حاجة، آه الابرة مش بتبقى متظبطة صح. فانتي ممكن تكوني حركتيه مش واخدة بالك، او حد من الولاد لعب فيه. ف برضو المسمار ده، يعني ما انصحكيش برضو ان انتي اول ما تلاقي الابره ما بتلقطش الخيط تروحي على طول تشوفي في ايه في المسمار، لان انتي ممكن ما تعرفيش تعمليها. انا بصراحه زوجي هو اللي حاول كده، قلت له انا حركت المسمار ده، فراح ايه عملها لي يعني. آه بس فانتي في الاول خالص لقيتي الابره مش بتلقط، اتاكدي الاول ان انتي المكوك راكب صح زي ما عملنا دلوقتي. لو في كلكعة، حسيت ان في كلكعة يعني بصي، لو في كلكعة في في الفتلة، الابرة اصلا هتيجي تنزليها مش هترضى تنزل. يعني مش مثلا تنزل كده زي ما احنا بننزل عادي تلاقيها نزلت للاخر، لا مش هتعمل كده، مش هتنزل اصلا. تمام. فانا لما كان بيحصل معايا كلكعة كنت بمسك مقص التشطيب البرتقاني ده، آه بقص الخيط من تحت، لو عرفت اقصه من تحت يعني بنور تحت كده زي ما احنا كنا عاملين واقصه. معرفتش ممكن تفكي دي، برضو كنت بفكها، تطلعيها كده، ودي بالمفك بتاعها تفك المسمارين دول. وطبعا الايه ببقى رافعه الدواسه دي اكتر من كده، وتقصي الخيط المكلكع. تمام. يعني ايه، تعملي كل احتياطاتك وكل الاسباب اللي تخلي الابرة تنزل تحت وتلقط الخيط قبل ما تبدأي تعملي اي حاجة في المسمار ده. لان هو طبيعي اصلا يعني محدش بيجيب مكنة ويمسك المسمار ده يعمل فيه حاجة، بس الاستكشافات بتاعتي ايه خلتني اعمل الحركة دي يعني. بس ويا ريت يا رب اكون فدتكم النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ويا ريت لو في اي حاجه حابين تسالوا فيها، يعني اكتبوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.